ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده هنتكلم هنقول تركه حلوه قوي عن البطاطس المهروسه. ممكن جدا وانتوا سوري، وانتوا بنسلق البطاطس نزود لها مكعب من مرقه الدجاج او مرقه الخضار اللي تحبوه. بس مرقه الدجاج بتدي طعم حلو قوي قوي للبطاطس. مش متخيلين طعمها يبقى حلو ازاي وانتوا لسه ما يعني ولا حطيتوا بقى ولا حطيتوا اي حاجة تانية فيها، هي بس كده نكهتها هتبقى خطيرة. ونرفعها بقى على البوتاجاز مع شوية مية حلوين. بس التركة دي واحنا مقطعين البطاطس بالشكل ده، يعني ما ينفعش نعملها والبطاطساية كاملة بقشرها، لا نكهة مش هتظبط. لازم والبطاطس مكعبات بالشكل ده نعملها كده كأننا بنعمل شوربة بطاطس مثلا او شوربة خضار يعني. ونزودها ونسيبها بقى تتسلق، هتلاقوها شربت المية بتاعتها وبقت بالشكل ده. تهرسوها بقى كويس قوي، وبعد كده بقى تحبوا يعني زودوا بقى اللي انتوا تحبوه. زودوا اللبن، كريمة، قشطة عشان تبقى طعمها حلو. شوفوا بتحبوا تحطوا بقدونس. شوفوا انتوا بتحبوا تعملوها ازاي، هتبقى احلى بكتير قوي قوي من اي مرة عادية انتوا عملتوها فيها. بجد خطيرة، جربوها ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.